السلام عليكم ورحمة الله متابعين قناة لميا فلوج. في هذا الفيديو إن شاء الله غنتعرفوا على استراتيجية البيع. وقبل ما نبداو الفيديو ما فيها بس إلا ضغطوا على زر اشتراك وجيم للفيديو باش يوصلكم كل جديد. على بركة الله نبداو الفيديو ديالنا. في هذا الفيديو إن شاء الله غنعطيكم أسرار إلا تقنتوها برافو عليكم ثم برافو عليكم. يعني واحد الأسرار إلا تقنتوها من أسرار البيع، إلا تقنتوا هاد الأسرار هادي غيبان لكم واحد الفرق كبير في التجارة ديالكم، غيبان لكم واحد الربح كتير وكليان بزاف في المحل ديالكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. هادشي اللي كنقول لكم ماشي غير خاصكم تسمعوه صافي، ولكن خاصكم تطبقوه. تطبيق ضروري، تطبيق ضروري، ماشي غير نسمعه صافي، نسمع ونرمي الهضره ورا ودنيا، نطبقها. واحد النقطة اللي بغيت نتطرق ليها تاني اللي بزاف ديال المحلات كيديروها، بزاف ديال المحلات كيديروها، وهذا غلط كبير اللي كيخلي السلعة ديالتكم يعني اش غنقول لك، اللي كيخلي الكليان ماشي السلعة، بنقول لك كيخلي الكليان انه ما باقيش يجي عندكم وانه ما يثقش فيكم. كتجي الكليانة مثلا غير بوحدها كتقيس واحد الجلابة، كتقول لك هاد الجلابة كي جاتني، هي راه جاتها عريضة وطويلة، اللون ما جاش معاها، ما جاتها كما كنقولوا لا علاقة مع ديك السيدة. والناس الله يكون في العوان راه شحال يعني كاين اللي كتقدا مرة وكاين اللي كتقدا مرة في يعني بزاف ديال المرات، وكاين اللي مسكينة الله يكون في العوان كتجمع دوك الفليسات على شحال باش ديك الجلابة. يعني سولات قالت لك هاد الجلابة كيفاش جات معايا. الصراحة جاتك ما زويناش، بنقول لا جاتك عريضة من هنا أنا جبت لك موديل آخر، جاك اللون ما هو هذاك، نقول لها الصراحة حين تكوني متأكدة أن هاد السيدة هاد الكليانة هادي إلا مشات من عندك، واخا أنت قلتي لها زوينة والله جات معاك وجاتك فنة وهادي وديك الصباغة خاوية، كوني متأكدة راه غتمشي للدار، راه غادي تشوف في المرايا وغادي تجيها ما هي هاديكش. إلا كانت السيدة بعيدة راه ما غترجعش عندك، غتقدي بها، نقول وها نقدي ورخيصة بتعليمة، ما باقيش غنوصل لداك المحل. تقدر يجي شي حد اخر كيتلبسها يقول فين كانوا عينيك، اش هاد الشي، شو من هنا عريضة، شو اش هاد الشكل، اش هاد يعني هنا ماشي غتكوني تبيعي سلعتك، شي حتى ديك السلعة حتى ما جاتش مع ديك الكليانة راه غتجي مع كليانة اخرى، غتجي وغتجيها زوينة وغتبيعي رزق، يعني غادي تصوري رزقك. ولكن غير ما تبقاوش تفلاو على الناس، يعني هاكا راه غادي تكسبي الكليانة، غادي تقولي ليها شوفي انا راه ما بغيتش غير نبيع، انا سلعتي ها هي، انا راه هي فيا نقول لك سلعه جاتك زوينه وجلابه جاتك فنه وجات معاك وانت غادي تشريها، ولكن انا بغيت نكسبك مره اخرى، انا بغيت الكليانه ديالتي لمره اخرى. تفاهمنا؟ هنا غتكسبي الكليانه، والكليانه راه غادي تجيلك اشهار، غتقولوا مرا واحد السيده راه كتخدم معاك بالمعقول، هي جات معاك الحاجه راه كتقول لك جاتك ما جاتكش، راه كتعطيك حتى النصائح وكتجبد لك موديلات اخرين وكتوريك، يعني ماشي غير نجي نبيع السلعه ديالي راه صافي انا بغيت نبيع، لا. فهذا غلط وغلط كبير اللي كيخلي الناس ما باقيش يرجعوا عندكم المحل. واحد النقطه اخرى حتى هي اللي بغيت نتطرق لكم ليها، نقطه كتكون السيدة كتبيع في المحل ديالها، يعني الناس يكونوا تيبيعوا في محلهم في أمان الله وحفظه، تدخل عندك واحد الكليانة كتقول لك بشحال هاد الصاك، كتقول هاد الصاك مثلا 150 درهم، كتقول لك يلاه لقيت بحالو غير ب100 درهم، زيدي ل 50 درهم كلها. اولا بشحال هاد الجلابه، اولا بشحال هاد البيجامه، كتقول هاد البيجامه دايره مثلا 3600، تقول لقيت بحالها غير ب 80 درهم. هنا كيولي يقول تاني داك الناس تتولي تقولي مع راسك واش انا كاع هادشي زايده، ما يمكنش، كتدخلك هنا الشك، عمر الكليانه ما تدخلك الشك، حيت انت عارفتي راسك انك ما كتزيديش بزاف. وواحد القضيه اخرى، الا ما كنتيش كتزيدي بزاف راه غادي تكسبي الكليان وتجارتك راه غادي تكون فيها البركه، غير ما تزيدوش بزاف، زيدوا القياس اللي يخرجكم. المهم خلينا في النقطه، المهم كتجي تقول لك راه هاد اللبسه، هاد البيجامه ولا هادي راه لقيتها بالقد والقد، ما نتيا كتدهشري كتقولي ما يمكنش. هنا ممكن تقولي لها شوفي يا اختي
مثلا هاد البيجامه راه فيها بروميير وفيها انت غتكوني فاهمه في سلعتك، راه جيت قيسي الثوب واش هذا هو اللي شتي هنا. وهنا هاد القضيه انا شخصيا انا عشتها، وانا وقعات ليا. وفعلا الكليانات ديالي كيشوفوا ان الثوب راه ماشي هو الثوب. مثلا جات انا عندي واحد الكليانه قالت لي شوفي انا هاد السبرديله لقيتها بالقد وقد. قلت لها شوفي هاد السبرديله هادي واش بحال هاديك، واش هاد السبرديله بحال هادي؟ لا ماشي بحالها، ما يمكنش تكون بحالها. وفعلا الكليانه ملي شافت هذيك السبرديله قالت لي راه هذيك اللي شفت لا علاقه في السوق، لا علاقه بهذه اللي جبتي ليا. يعني باش نكونوا واضحين، تيكون الثوب راه ماشي بحال الثوب، كتكون الكاليتي، كتكون الحاجه فيها البروميير والدوزيام والتروازيام ديالها. هنا كيخصك تفهمي الكليان، هنا فين تيخصك تكوني انت فاهمه بعدا باش تفهمي الكليان. ما تخليش الكليان يجي يلعب لك على الاعصاب ديالك ويمشي. وقبل ما نختم الفيديو نتمنى انني نكون فيدكم ولو غير شويه، وهاد النصائح هادو نتمنى انكم ديروا بها. والناس اللي يعني ما دارينش بهاد النصائح عارفينها وما دارينش بها، يعني التجاره ديالتهم راه عمرها ما غادي تطور، عمرها ما غادي تمشي بعيد. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو وجلستوا معنا حتى لهاد الاخر، ما تنساوش ديروا اشتراك للقناه باش يوصلكم كل جديد، وديروا واحد جيم ما فيها باس. واللهم يسر. السلام عليكم ورحمه الله. وإلا لاحظتوا شحال من وحده فينا كتمشي تبغي تقدا، مثلا كتمشي للمحل تاع الفولارات، كتلقى يا مرا اللي كتبيع يا راجل، المهم بائع ولا بائعه، كتبغي تسول شحال هادي شحال هادي شحال هادي. كاين اللي كيعطيك الخاطر ويحل لك السلعه ويقول لك شوفي، اولا تقول لك شوفي هادي كي دايره وهاد الموديل كي داير، وراه عندنا هاد الموديل هذا راه فيه البروميير والدوزيام والتروازيام ديالو، وهذا شحال داير وهذا شحال داير، وبالضحك وبالابتسامه. وشحال من واحد ولا سميتو ما عندهمش هذاك الخاطر، شحال من محل ما عندهمش هذاك الخاطر، يعني شحال من بائع ما عندهمش هذاك الخاطر. كتبغي الكليانه تحل السلعه، كتقول ليها لا راه بتخسري لي هادي، صافي راكي حليتي هذا راه هو بحال هذا. داكشي راه غلط. الا كان الانسان عنده اتساع الخاطر وكان عنده الصبر، كل اكيد انه راه غادي يبيع. ومره اخرى غيجيو عنده ناس اخرين، وانتي راه غادي تقولي راه واحد السيده راه كتبيع في هذاك المحل، راه عندها الفولارات وعندها حوايج وعندها راه الله يعمرها دار، وكتعطيك الوقت وكتقلب معاك وكتشوف معاك. بعكس الا وقفتي وكتلقاي كي تدخلي للمحل الناس مغوبشين فيه، الناس غير كيخنزروا، الناس غير ما عاجبهمش الحاله، كوني متاكده راه غتسولي على البياسه الاولى الثانيه ما غيعجبكش التعامل، راه ما غاديش ترتاحي لهداك المحل، ما ترتاحيش لديك السيده اللي كتبيع في داك المحل، راه تخرجي في حالتك. كوني متاكده مليون في المليون انك راه تخرجي في حالتك. وهذا الشيء راه من الاسرار ديال البيع، هو الصبر. وصبر سيدنا ايوب. حيت الكليانات اللي غادي يدخلوا عندك المحل راه فيهم وفيهم باش نكونوا واضحين، الناس مخلطين. يعني كيف ما قلت لكم دائما كنقولها، خاص يكون عندك صبر سيدنا ايوب، ويكون عندك واحد الخاطر كبير، واحد الابتسامه في وجهك، وتضحكي. انت راه ما حليتي داك المحل الا وراه واحد غادي يجي يقلب، واحد غيشري، واحد ما غيشريش. غير باش نكونوا واضحين، كاين اللي غادي ترول لك المحل كله، ترول لك كاع داكشي اللي تما على تقدا. هي بغات تجي تشوف، بغات ترول لك كلشي اللي غادي تقدا. وكاين اللي غترول لك المحل كله ما غتقدا والو، ما غتقداش. ولكن الا لقات عندك الخاطر وابتسامه واتساع الخاطر، كوني متاكده مره اخرى راه غادي ترجع عندك وغادي تقدا. هذيك راه غير دايزه مثلا كتشوف شنو كاين، وكتشوف بعينيها، هي يعني كتهندس بغات تقدا، وكيما معولاش على داك النهار تقدا فيه، جايه غير تشوف. يعني هنا فين كيخص يعني السيده اللي حل المحل ولا الناس اللي حالين المحل يكون عندهم اتساع الخاطر. يعني غتقدر تروج اليوم وما غتقدا عندك والو اليوم، ولكن غترجع عندك، كوني متاكده غادي تقدا عندك سوا اليوم سوا غدا، المهم غتقدا. ما عندك ما ديري، غير الصبر. وإلا ما عطيتيهاش صوابها وعطيتيها وقتها وريتيها وتقولي لا واخا ما تقديتيش دابا مره اخرى ان شاء الله رجعي عندنا، وهذه بلا ما تقولي رجعي عندنا، راه هي غادي ترجع عندك. كما كنأكد هي على ابتسامه. دائما الناس اللي في المحل تيخصهم تكون عندهم واحد الابتسامه، وراه قال لك هي الابتسامه في وجه اخيك المسلم راه صدقه. يعني الدين ديالنا راه ماشي غير كيلعب، الابتسامه راه صدقه. يعني كما غادي تضحكي
وغادي تبتسمي وغتعطي الانسان وقته وغادي توري تجبدي هاد الموديل. راه كاين اللي مثلا كتكون مثلا نقولوا حنا فولار مطويه، بغات تحلها هي، بغات تشوف واش فيها الزواقه في الجنب، واش فيها طرزه، واش فيها عقيق، بغات تحلها تشوفها كي دايره، بغات تحل هاد الموديل تشوفو كي داير، تحل هاد الموديل تشوفو كي داير. هي كي تتبغي تحل نتوما ما كيعجبكمش الحال. كاين بعض المحلات ما كيعجبهمش الحال، راه كيخسروا الكليانات ديالهم. يعني كونوا متأكدين أن راه هادشي كتخسروه. ما كنتوش قادين مثلًا على أنِّك تطوي وأنِّك تجمعي وأنِّك ديري، أنِّك ترجعي داك الشي لبلاصتو، من هنا لقدام جيبوا يكون عندكم ديال تاع الخاطر في الأول. وبما تولي المحل ديالكم يعني المحل ديالكم كيدخل مدخول كبير وناس كتار أشنو غادي ديروا؟ غتجيبوا اللي يخدم معاكم، غتجيبي شي أخت تخدم معاك ولا شي حد اللي يخدم معاك، الخدمة ديالته يعاونك فيها هو اللي الحاجة اللي ترونات ترجع في بلاصتها، الحاجة اللي ترونات ترجع لومبالاج ديالها، الحاجة اللي ترونات ترجع لبلاصتها. هادشي في حالة نتوما ما كانش عندكم الخطر لهاد الشي وكيقلقكم. يعني إلا كان ما عندكمش الخطر لهاد الشي، راه ما عمر المحل ديالكم يكون عامر بالكليان. ولا المحل ديالكم ما عامرش بالكليان، راه يعني لاكيز ديالكم راه ديما خاوية، يعني راه كتعلنوا على فايت وكتعلنوا على مشروع أنه يتسد.